تعالوا نفتح مع بعض الحاجات اللي اشتريتها من شي ان عشان لو عجباكم تشتروا زيها. مش عارفه ليه الواحد كل ما يجي يفتح الصندوق بتاع الطلبيات بتاعته يحس ان هو فرحان كده، كانه مش عارف هو فيه ايه. طب ما انا اللي طالبه الحاجه. جبت الضوافر اللي عامله كانها ستايل فرنش، شكلها حلو، هجربها برضو على ايدي واعمل لكم فيديو. جبت دي رموش وهتجنن، عايزه اجربها، نجربها مع بعض. كل تفاصيل هحطها لكم. جبت لزق الضوافر اللي هو بيتعمل بالاضاءه مش اللزق العادي، هجربه معاكم برضو. جبت سماعات بس بالسلك لان هي طالعه موضه دلوقتي. سماعات. جبت الكفر بتاع التليفون اللي بيتحط على الشاشه عشان ما يتكسرش. لازم هروح لحد يركبه لان انا ما بعرفش، بس المفروض انه كويس، ما بيخليش التليفون يتخدش ولا يتكسر خالص. جبت دي يا جماعه تحفه، جبت منها 2 دي عشان لاكي، عشان الاكل بتاعه. انا كنت جايبه واحده من امازون بس الصراحه كانت اكبر يعني، بس خلاص بقالها كتير وابتدت تتقطع. لقيتها على شي ان، تجنن. هي عامله كده، مش عارفه شايفين ولا لا، بس فيها كده تجاعيد وحاجات عشان لما بتحطي له الاكل يقعد هو. الحركه دي بتاعتهم اللي هي بيلحسوا بيها اي حاجه خشنه بتعمل لهم نوع من انواع المساج، بتفرق معاهم جامد قوي. عشان كده تلاقوهم وهم زهقانين لو انتي مش بتلعبيهم او بيعمل حاجه في البيت مشغول، بتلاقيه قاعد دايما بيلحس في ايده، ده نوع من انواع الملل، فدي بتهديله اعصابه شويه. بس حلوه جدا ورخيصه جدا. الليب لاينر بتاع شي جلام اللي هو الستين اللي بيبقع، برضو هجربه لكم في فيديو. حلقان مناخير فضه. انا جايبه 6 بس هو كل علبه فيها واحد بس. حلق تاني. سماعات. مش عارفه انا ليه طالبه السماعات دي، مش قادره افهم، لانه انا طالباها اورنج بس مش عارفه. هشوف لو هينفع ترجع من غير ما افتحها اصلا. مش عايزه اللون ده. طقم فرش، بحب الفرش بتاعتهم، هنشوفهم في فيديو الميك اب، انا حطيت لكم الصور. دول بقى حلوين قوي يا جماعه، دول اشتريتهم للتليفون الاورنج. دول بيتفكوا كده بيتحطوا على بيغطوا وش بيغطوا العدسات عشان ما تتكسرش، عاملين كده. لبستين وليب لاينر تاني بتاع شي جلام، الوان مختلفه عشان هعمل ريفيو. فرش فاونديشن عشان نوزع الفاونديشن، رفيعه جدا ومبطبطه. هقول لكم كل التفاصيل في فيديو الميك اب او حاجات الميك اب. مش عارفه ده ايه، ده روج برضو هعمله لكم في هحط لكم صورته واعرضه لكم في فيديو الميك اب. اكيد مش هقعد البس واحط روج والبس السماعات واجرب كل حاجه وانا قاعده دلوقتي. كونكتور كده اللي هو بياخد اللي بنوصله بالتليفون علشان نقدر نشحن الصور، ده حلو جدا. ده بنوصله بالتليفون سواء ايفون او اي حاجه سي. وبعدين هنا ممكن تحطي بقى ميموري كارد، ممكن تحطي يو اس بي او اي حاجه توصلي تاخدي الداتا اللي على التليفون. يعني انا بالذات عشان الصور باخد الداتا من على التليفون، يا اما انزلها على كارت ميموري يا اما احطها بقى على اللابتوب او على اي اكسترنال هارد درايف. بس يعني مفيد جدا لو اشتغل، يعني هيبقى مفيد جدا لو اشتغل. ده طقم الضوافر، طقم العمل الضوافر. ده اللي بيشيل الضوافر الجل. اوكي، ضوافر ريموفر. ليه؟ لان انا الصمغ اللزق اللي انا جايباه بيتحول حاجه زي المانيكير الجل كده، فجايبت له ده. قلم للحواجب، هجربه معاكم، اللي هو بيعمل زي قلم الحواجب اللي بيعمل زي الشعره كده، برضو هنجربه. اللي هو فيه خطين، فيه ريشتين بس رفيعين قوي.
حلو، هجربه في الفيديوهات بتاعة الميك اب. عايزة اجربها دي، جبتها علشان في التصوير لما الناس الكونتنت كرييترز يعني، دي هتساعدهم جدا. المفروض انها بتعمل ايه بقى؟ المفروض انها بتبين لك كأنه جهاز صغير بيتركب على ظهر التليفون، ولو انت بتستعملي الكاميرا اللي في الظهر، الجهاز ده يوريلك انت بتصوري، لانه طبعا يعني لما تيجي تستعملي كاميرا الظهر ما بتبقيش شايفه حاجه ولا بتبقي شايفه نفسك. فده جهاز كده تقيل شويه، هو بس جهاز كده بيجي ومعاه كمان مغناطيس عشان يلزق في التليفون، ده مغناطيس. اوكي، والجهاز بيجي كده بتركبيه على ظهر التليفون، فهو عامل شاشة، يعني كأن عندك بقى الشاشة بتاعت التليفون العادية اللي انت مش شايفة حاجة فيها، وده في الظهر انت شايفة ايه اللي بيحصل، الكاميرا اللي في الظهر بتصور ايه بالظبط. هجربه معاكم وهجربه واشغله معاكم كمان علشان تشوفوا اذا فعلا مفيد او لا. تشتروه خصوصا للناس اللي بتعمل كونتنتس، مفيد جدا. ومغناطيس عشان تلزقي التليفون، تلزقي المغناطيس على التليفون والجهاز يركب عليه وخلاص. ضوافر تاني، ضوافر كمان جليتري كده شوية، هوريها لكم في الفيديو اللي جاي. ده تاتو الحواجب اللي هي بتحطيه كده وبعدين تقشريه، شبه اللبستين كده بس بيعمل ده للحواجب. جربها لكم في الفيديو الجاي. دي بقى جبتها علشان استاذ لاكي لما نيجي نسافر اقدر اشيل الصندوق بتاعه في المطار، مش هفضل شايلاه طول الوقت على ايدي، فهحطه على البتاعه دي. هعمل لها فيديو مخصوص واوريكم ازاي بنستعملها واذا كانت فعلا عمليه او لا، والمقاسات وكل حاجه. كفر للتليفون، كفر شفاف للتليفون، مفيهوش اي حاجه، سيمبل. دي الكفرات بتاعت الصدر اللي بتيجي بالظبط على القد، علشان لو لابسه فستان من غير برا او حاجه، دي ممتازه، انا على طول بجيبها. بتيجي في علبه زي كده عشان ما تتطبقش وتتوسخ وكل حاجه. دي الاضاءه بتاعت الضوافر عشان انشف المانيكير. بس خلاص كده الفيديو يكون خلص. يا ريت تكونوا استمتعتوا معايا واشوف وشكم على خير. باي.